الله يسعد صباح كانت جريئة عليه عارف سيئات من مدينة نابلس مخيم بلوط. احنا اليوم ان شاء الله لنا وقفة احتجاجية مطالبة برواتبنا. احنا صرنا تقريبا 4 شهور ما اخذنا، او من 5 شهور ما نزلوا لنا الا الشهر المدى. احنا بدنا نعرف موضوعنا لوين وصل، ليش احنا الفئة الشهداء والجرحى والاسرى مهمشة. احنا بدنا نعرف وين حقوقنا، مين اللي قرر انه يوقف حقوقنا. احنا الثلوث الفلسطيني اللي قدمنا في هذا البلد، احنا مش حالات اجتماعيه، احنا حالات نظاميه، احنا نرفض ان نكون حاله اجتماعيه. الموضوع هو عند تمكين، هو عند الحكومه، مش معروف. احنا اولاد فتح، واحنا اولاد حركه تحرير الوطن الفلسطيني فتح نطالب تلبيه حقوقنا. احنا وقفتنا اليوم هون نطالب بس بحقوقنا، ما بدنا اكثر من حقوقنا. يسعد صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والد الشهيد وليد فريدة. إحنا صرنا رواتبنا متقطعين أسبوعين 5 شهور، وهون في عنا يعني ناس يعني بحاجة مرتكزين يعني بهذا المعاش محتاجين. يعني هذا مؤاخذة بوجه رسالة للرئيس كيف بينام وفي أسرة وفي أرامل ما محوش طعم أولادهم. يعني حياة صعبة، الغلاء اللي احنا عايشين فيه، يعني الله يعين العالم، الله يعين اللي عنده عيال. يعني هذا مؤاخذة، يعني حياتنا صعبة كثير كثير. يعني كان يشتغل بالداخل يسلك حاله من الداخل. هلا هون في الشغل معدوم الشغل، يعني بده يفتح شغل بيفتحوا الشغل عمال. ونطلب من الرئيس انه يتعطف علينا وينزل المعاش بعد عطوفته هذا مؤاخذة. يعني السلام عليكم. أنا زوجتي الشهيد غازي أبو عبية، وإلي فخر إني أكون زوجة شهيد في وقت فيه إنه ذلوا أهالي الشهداء والأسرى والجرحى. يعني إحنا أكثر ناس بحاجة إلهم بهذا الوقت. يعني زي زوجتي الشهيد لما تروح بدها تشتري إشي ويقول لها صاحب الدكانة أنا بقدرش أعطيكي. يعني هذا الإشي لو أيات واحد فيهم برضاها لمرته أو لأمه تنزل زلونا.